مرحبا بكم في زاوية التحليل. هنا نقرأ الخبر ونحلل ما وراءه. في إطار مواجهة التحديات المائية، يشهد المغرب تقدماً في إنجاز واحد من أضخم مشاريعه الاستراتيجية، وهو الطريق السيار المائي الرابط بين آسفي ومراكش. يهدف هذا المشروع إلى نقل مياه البحر المحلاة لتأمين مستقبل مائي مستدام للمنطقة. لم يأتي هذا المشروع من فراغ، بل هو استجابة حتمية لسنوات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها البلاد. لقد فرضت هذه الظروف الحاجة إلى حلول هيكلية ومستدامة لضمان الأمن المائي، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً. في هذا التقرير نستعرض أبعاد هذا المشروع عبر 4 محاور أساسية: الهدف الاستراتيجي منه، مكوناته بالأرقام، مستوى التقدم في الأشغال، وأخيراً السياق العام والأثر المستقبلي. إذن الهدف الاستراتيجي الأول لهذا المشروع يتمثل في تأمين إمدادات مستدامة من مياه الشرب لمنطقة مراكش الكبرى. يعرف المشروع بكونه مبادرة وطنية تهدف إلى نقل مياه البحر بعد تحليتها لتزويد منطقة مراكش الكبرى بالمياه الصالحة للشرب. يعتمد المشروع بشكل أساسي على محطة تحلية مياه البحر التي يجري إنشاؤها في آسفي كمصدر رئيسي للمياه. أما عن مكونات المشروع وحجمه، فالأرقام تقدم صورة واضحة عن ضخامة هذا الاستثمار. تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 4,200 مليون درهم. هذا الاستثمار الممول بالكامل من ميزانية الدولة يعكس الأولوية الوطنية الممنوحة لملف الأمن المائي. تتألف البنية التحتية الرئيسية من شبكة أنابيب فولاذية تمتد على طول 185 كيلومتراً، تدعمها 3 محطات ضخ كبرى، ويصل قطر هذه الأنابيب إلى 1600 ملم، وتنتهي الشبكة بخزان رئيسي قرب مراكش لتجميع المياه قبل توزيعها. تبدأ رحلة المياه من محطة التحلية في آسفي، ومن هناك يتم ضخها عبر المحطات الثلاث عالية القدرة. تنتقل المياه بعدها عبر شبكة الأنابيب الفولاذية لمسافة 185 كيلومتراً وصولاً إلى خزان الشحن الرئيسي. وأخيراً يتم توصيل المياه إلى شبكة توزيع مراكش اعتماداً على الجاذبية. صمم نظام الأنابيب ليسمح بتدفق يصل إلى 3.2 متر مكعب في الثانية. هذه القدرة العالية على الضخ تهدف إلى تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لمنطقة مراكش. ننتقل الآن إلى المحور الثالث لنستعرض آخر مستجدات سير العمل والجدول الزمني المحدد لبدء تشغيل المشروع. تسير وتيرة الأشغال بشكل متقدم، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 90%، وهذا يعني أن المشروع قد دخل مراحله النهائية قبل بدء التشغيل الفعلي. على صعيد تركيب الأنابيب، تم إنجاز الجزء الأكبر من الشبكة، ووفقاً لأحد مهندسي المشروع فقد تم الانتهاء من مد 180 كيلومتراً من أصل 185 كيلومتراً، مما يضع اللمسات الأخيرة على الشبكة. وفقاً للجدول الزمني المحدد، من المقرر أن يبدأ تزويد مراكش بالمياه على مراحل. تنطلق المرحلة الأولى في شهر إبريل بقدرة تبلغ 40 مليون متر مكعب سنوياً. تليها المرحلة الثانية في يوليو بإضافة 40 مليون متر مكعب أخرى، ليصل المشروع بذلك إلى طاقته الاستيعابية الكاملة. وأخيراً نضع هذا المشروع ضمن سياقه الوطني الأوسع لنفهم دوره في الاستراتيجية المائية للمغرب وأثره المستقبلي. يأتي هذا المشروع كجزء محوري من الالتزام الوطني بإدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، وهو ليس مجرد استجابة ظرفية، بل يمثل جزءاً من استراتيجية بعيدة المدى مستقلة عن الظروف المناخية الموسمية. عند بلوغ طاقته الكاملة، سيزود المشروع منطقة مراكش ب80 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً. هذه الكمية من شأنها أن تؤمن الاحتياجات المائية للمدينة على المدى الطويل، وتدعم استقرارها وتنميتها المستقبلية. يمثل هذا المشروع إذن خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المائي، ولكنه يطرح في الوقت ذاته سؤالاً استراتيجياً للمستقبل. في مواجهة التحديات المناخية المستمرة، ما هي الخطوات القادمة المطلوبة لضمان أمن مائي شامل ومستدام للمملكة بأكملها؟ إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات. رأيك يهمنا ويدعم القناة.